السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا الطالبة بعصالة نسرين من نادي الإبداع والإعلام في إقامة بوحديد عنابة. واليوم سنحيي ذكرى مجازر 8 ماي 1945 في محطة خالدة من تاريخ الجزائر. يستحضر الشعب الجزائري ذكرى مجازر 8 ماي 1945، تلك الجريمة الاستعمارية التي كشفت الوجه الحقيقي للاستعمار ورسخت في وجدان الأمة أن الحرية تنتزع ولا تمنح. ففي الوقت الذي كان فيه العالم يحتفل بنهاية الحرب العالمية الثانية، خرج الجزائريون في مظاهرات سلمية مطالبين بحقهم المشروع في الحرية والاستقلال، ليقابلوا بقمع دموي خلف آلاف الشهداء في سطيف، قالمة وخراطة. إن هذه الذكرى ليست مجرد حدث تاريخي، بل هي درس متجدد في التضحية والصمود، وفرصة لتعزيز قيم الانتماء الوطني والاعتزاز بالهوية الجزائرية، واستحضار بطولات الشهداء الذين مهدوا الطريق للثورة التحريرية المجيدة. إن إحياء هذه المناسبة يندرج ضمن ترسيخ الثقافة الذاكرة لدى الطلبة وتذكير الأجيال الصاعدة بعظمة التضحيات التي صنعت استقلال الجزائر. لم تكن مجازر 8 ماي مجرد حدث عابر، بل كانت صدمة أيقظت شعبا كاملا وأكدت أن الحرية لا تمنح بل تنتزع بالطبع. هذه المجازر تعد من أهم المحطات في تاريخ الجزائر، فهي التي كشفت حقيقة الاستعمار ومهدت لانطلاق الثورة التحريرية المباركة. إذن ماذا تمثل أحداث 8 ماي 1945 بالنسبة لنا كطالبات؟ مجازر 8 ماي 1945 لم تكن حدثاً عابراً، بل محطة مفصلية في الجزائر كشفت حقيقة الاستعمار ومهدت لانطلاق الثورة التحريرية. هي بداية الوعي بالاستقلال، هي تضحية الشعب من أجل الكرامة، هي مسؤولية نحملها من أجل الحفاظ على وطننا. اليوم نحن لا نعيش الذكرى فقط، بل نحمل رسالتها، نحفظها في وعينا وننقلها للأجيال القادمة. ويبقى 8 ماي ليس مجرد ذكرى، بل رسالة أمة، إن الحرية التي سقيت بدماء الشهداء لا تنسى، وأن الجزائر التي ولدت من الألم ومن رحم المعاناة ستبقى شامخة للأبد. عهد علينا أن نحفظ الذاكرة ونصون الوطن ونسير على درب من ضحوا لأجله. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار.